أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق لجلال قدره وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله. الملك ملكه والحكم حكمه وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيد الأنام سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، أرسله ربه ليخرجنا من الظلمات إلى النور. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتخلق بأخلاقك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في وداع أيام شهر الخير، شهر الرضا، شهر السعادة، ليلة 28 من شهر رمضان. وآغ ثم آغ، لو يعلم الناس قدر هذه الأيام ما نامت جفونهم وظلت ألسنتهم ذاكرة متضرعة ملتجئة إلى رافع السماء بلا عمل. أيام فيها الخير كله وفيها النعيم كله لمن أراد أن يأخذ النعيم. اغنم من ليالي رمضان وافتح صدرك للخير، بل وافتح بيتك للخير، واجعل يدك سخاء رخاء في سبيل من لا يغفل ولا ينام، حتى يعود خيرها عليك
وعلى ولدك وعلى زرعك وعلى ضرعك. إن لرمضان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية في قلوب أهل الإيمان وأهل المحبة، زرعها فيهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: صوموا نهاره وقوموا ليله. صوموا نهاره عن كل ما يغضب الرحمن، وقوموا ليلة بين يدي من لا يغفل ولا ينام. بادر واغنم قبل أن تغادر. هنمشي كلنا وهينفض السوق ومفيش على الأرض حد هيخلد. والحبيب يخبر ويقول: ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل أو كراكب راح تحت ظل شجرة ثم تركها. بادر بالمحبة، بادر قبل أن تغادر. والق ربك بقلب صد يوم تدعى للنشور. يقول ربي مرحى عبادي هيا طوفوا بالجنان وبالقصور مع الحبيب وآل بيته هم خير خلقي مدى الدهور. بادر بالطاعة، بادر بما يقربك إلى ربك، واجعل أصحاب رسول الله قدوة حسنة تسير على سيرهم وتنهل من علمهم. ها هو صحابي من أصحاب رسول الله، ولكن كان فقير معدوم الحال، الشخصية ضعيفة، غير أن قلبه متعلق بربه. زي ما بنقول ايه؟ فقير لا حواليه ولا قدام. فكان أمنية حياته أن يتزوج، بس هو فقير غلبان والمنظر يعني ما حدش راضي بيه. فقال له سيدنا وحبيبنا محمد في يوم من الأيام، الرجل ده كان اسمه ايه؟ جليبيب. لما لا تتزوج يا جليبيب؟ مش راضي تتجوز ليه؟ قال له ما انت عارف يا رسول الله الحل، مين هيرضى بواحد زي كده؟ اديك شايف شكلي هو، مين هيرضى بي؟ قال له يعني تتزوج وزوجه؟ هيجوزوا مين حضرة النبي؟ ده انت لما تروح تجيب ذهب وتاخد معاك سن من الناس تبقى فرحان، عارفين مين اللي راح معايا النهارده؟ طب يا ما بالك اللي هيكون سبب في الزواج ويحضر الزواج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هتزوج يا رسول الله. فذهب النبي إلى أحد أصحابه، كان عندهم بنت. يا فلان. نعم يا رسول الله، أريد أن أخطب ابنتك. الرجل فرح، مش معقول النبي هياخد بنتي أنا موافق يا رسول الله. قال له لا، دي مش ليا، دي له جليبيب. جليبيب ايه؟ رجع لورا.
اصل جليبيب ده راجل فقير، بس اللي طلب مين؟ السيد الكامل سيد الخلق سيدنا محمد. طبعا مش عاوز يرد دعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشاور أمها وهي، أرد عليك يا رسول الله بعد ما شاور أمها وأخذ رأي البنت؟ قال له ماشي. ذهب الرجل إلى زوجته، البنت طبعا جوه سمع الحوار. إن رسول الله طلب يد ابنتنا. يا سلام، رسول الله ده احنا نداله بالجلبية زي ما بيقول. قال لها لا، انت عارفة هياخدها منين؟ لمين؟ لجليبيب. جليبيب ده احنا جانا واحد من بحر البلد، واحد من شرق البلد، واحد من القبيلة الفلانية، واحد من ذو الأملاك، برضناش نديها له، هنديها لجليبيب. عاوزة تقول جليبيب ده مش لاقي ياكل. البنت سامعة جوه قالت ايه؟ يعني ايه؟ هو بيقول لزوجته اروح اقول لحضرة النبي ايه؟ البنت نادت على امها وابيها يا ابتاه ويا اماه. نعم، من نحن حتى نرد طلب رسول الله؟ إني سأتزوج جليبيب يا أمه. ده النبي اللي قال. جليبيب ده لما كان حد يكلمه كان لما يقف يستهتر بيه يقول له روح اجري، فهو يقول له ايه؟ هتعرفنا شويه كده، هتعرف انا مين. ما انت معافينك الجليبيب ده، لك تهاجر ولا هنعرفك كيف؟ يقول سوف ترون ان شاء الله، هتشوفوا انا هعمل ايه. انتم مستهترين بيا؟ لا، هتشوفوا انا هعمل ايه. ودخل بهذه المرأة ونادى منادي الله للحرب يا قوم هلموا الى الجهاد. وراح سيدنا جليبيب رضي الله عنه وارضاه. ولما انتهت الحرب قال النبي أحصرتم الجنود والقتلى؟ قالوا نعم. هل فقدتم أحدا؟ حد من اللي معانا انتم مش لاقيينه؟ قالوا لم نفقد أحدا يا رسول الله. أصل جليبيب ده إيه؟ ماليش نفقد، فمش في بالهم جليبيب. ابحثوا هل فقدتم احدا؟ قالوا لم نفقد احدا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعم ما قال: اني افتقد جليبيب. شوف سيد الخلق، اني افتقد جليبيب، ابحثوا عنه. راح يدعبسوا في القتلى، لقيوا سيدنا جليبيب ملفوفين حواليه 7 وهو وسطيهم، هم قتلى وهو شهيد في الله عز وجل. الله اكبر. فقال حضرة النبي ايه؟ قتلهم فقتلوه 7. انتوا قال ايه؟ سيدنا جليبيب قال ايه؟ سوف تروني لله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. الله اكبر. فسيدنا النبي يقول ايه؟ زوجته خلاص الراجل مات، قال ايه لزوجته؟ هيدعي له اللهم لا تجعل عيشها كدا، يا رب ما تجعلهاش تتعب ولا تشقى ولا تحتاج لحد يا رب. فاستجاب الله دعاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول راوي هذا الحديث: فكانت تعطي بسخاء حتى كانت لا تعرف من كثرة العطاء ماذا أعطت.
جدها؟ الله. اللي خلاها امتثلت امر الله. فانت ايها المسلم يا من صمت رمضان وصمت وفتحت قلبك وذراعيك لربك ودخلت في محرابك راجيا من ربك ستره وعفوه وغفرانه، قل يا رب تجد لا تتمنى، اطلب بس. وإذا سألك عبادي عني، انت اطلب بس بشرط تكون من العباد، تكون من اللي بتصوم، تكون من اللي بتصلي، تكون من الصادق، تكون من الواصل، تكون من المحبين، تكون من القانتين. وقل يا رب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لنداء ربك. كن حينما ينادي عليك ربك هلم إلى الصلاح، هلم إلى الصلاح، هلم إلى الخير، هلم إلى الصلاة. لا يفقدك ربك عند الصلاة، ولا يفقدك ربك في الصيام، ولا يفقدك ربك في القيام، ولا يفقدك ربك في قراءة القرآن، ولا يفقدك ربك في أعمال البر، ولا يفقدك ربك في الإحسان، ولا يفقدك ربك في الرضا والعفو والغفران. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سيدنا موسى لما فرعون اتلم عليه هو وجنوده، قوم سيدنا موسى يقولوا ايه؟ يا موسى نعم البحر أمامنا والعدو خلفنا، هنروح فين؟ ده فرعون بنفسه قوة غاشمة، واحنا شمسنا قليلة، ناس قليلة، ما فيش قدامنا غير البحر، ولو رحنا البحر هنغرق ونموت، ولو رجعنا على فرعون هيموتنا برضه، ميتين. تعال شوف الواسع اللي لما يطلب عارف بيطلب من مين ومتى يطلب ومتى يأتي الغوث. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول ايه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. الهداية واضرب البحر، اضرب البحر، ده انا معايا حتة عصاية، حتة صغيرة كده، وشوف البحر آلاف الأمتار، اضرب البحر إنهم جند مغرقون. فضرب سيدنا موسى البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر.
اللي كانت على الدكه دي بعد ما تصلوا على رسول الله؟ من جعل الماء ثلجا في كلمه؟ الله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عدى سيدنا موسى ومن معه. فرعون لما خايف قال لك ايه؟ الطريق مفتوحه اهي ولا هم يتحصنهم. دخل فرعون اخر جند من جنود سيدنا موسى، عدوا الناحيه الثانيه. سيدنا موسى لف الورق كده ايه؟ هيضرب البحر بالعصا. هيضرب البحر بايه؟ ما هو في الاول هو ربنا قال له ايه؟ اضرب. فهو حطه في مخه الاولانيه زي الثاني. قال لك ده هم جاي ورا ربنا قال له لا، واترك البحر رهوا. الله يعني على القران. واترك البحر رهوا ليه؟ انهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون. يا الله كم تركوا من جنات، مش جنة لا، جنات وعيون وزروع ونعمة كانوا فيها. الله أكبر. إذن حتى يستجيب الله لك كن من أهل الإيمان. لا تقصر في رمضان. يعني زي ما قال حضرة النبي كان يقول لأصحابه وينضح الماء في وجوههم لصح النساء. مش يقول سيبها يا عم دي تعبانة. تعبانة ايه يا عم؟ تروح الفرح ترقص وتيجي تصلي ما ترضاش تصلي. لا حول ولا قوة. تعبانة اصلا في الفرح والله. طب فين الظهر؟ ما فيش. فين العصر؟ ما فيش. صلوا على النبي. خلينا هنا يا عم الشيخ. صلوا على النبي. يبقى ايه؟ علشان ربنا يستجيب ويقبل منا الركعتين ويقبل منا الجلسه دي ما تكونش فيها رياء، تكون لله خالصه لوجه الله. يعني ارفقت يبقى لله، ذبحت يبقى لله، اكرمت الضيف لله. ويطعمون الطعام. ليه؟ ليه بنطعم الطعام يا شيخ؟ يا ابو الشيخ على حبه، مش على حب انا، مش عشان يفرح ويقول ده انا عملت عزومه كبيره، لا. ويطعمون الطعام على حبه. خلص الكلام. سيبك من اللي بقى اهم حاجه دي الطعام على حبه. والله سيدنا ابراهيم عاتبه ربه. واحد عندي جعان قال له انا جعان يا نبي الله. فالنبي الله يقول له ايه؟ انت مسلم ولا تبعنا ولا؟ قال له لا انا مش تبعك. قال له خلاص امن بي وانا وكيلك. انا غير دين عشان لقمه؟ قال والله ما انا قاعد. ماشي. قالوا نزل الوحي يعاتب نبي الله نطعمه على كفره منذ 60 أو 70 أو 80 عام ما سألناه عن دينه، وأنت عشان لقمة واحدة. زمرك معاهم والله. ربنا يزيده. ايوه كتروا. صلوا على النبي ما شاء الله. ربنا يبارك. وجودكم هو اللي مفرحنا. ربنا يبارك. قال ايه؟ لنا 70 عاما نطعمه على كفره وأن اشتغل وجبة واحدة بس
عشان غدا ولا عشاء، جاي تقول له أي دينك؟ سيدنا إبراهيم راح وراه، يلا يا فلان يا، قابلوا على مشرفة البلد، برا طلع من البلد، تعال اللي أنت عاوزه أنا هعمله، أوكلك وأغديك، هات الشاي من هوكلك وأغديك وأعمل معاك. قال له أبدا، قل لي اللي غير رأيك. قال لقد عاتبني فيك ربي. الله، أهم على حبك. قال له ها أنا ربك يعاتبك أنت عشان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله. فالمبادرة يأخذ الإنسان بوسائل وأسباب النص. المبادرة أن يتوب الإنسان ويندم، مش يقول بعد إيه هعمل إيه، لا، إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. على العموم الجلسة طيبة، والبيت وأهل البيت كذلك، لا نزكي على الله ولا عليهم أحدا. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ديارنا وديارهم في طاعة الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم الأمن والأمان، اللهم ارزقنا وإياهم الأمن والأمان، واجعل أبناءنا وأبناءهم في سعادة وفي رخاء إلى يوم الدين، واكتب لنا ولسائر الناس أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، والله الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد.